تعال احكي لك الحكاية اللي هزت اسكندرية. كان يوم صيفي عادي، اتوبيس مدرسة طالع من القاهرة في اتجاه اسكندرية، والطلبة فرحانين وبيغنوا في الطريق. المكان اللي رايحين له كان شاطئ اسمه ابو طبل، شاطئ هادي ومش معروف لناس كتير. اول ما وصلوا الطلبة نزلوا يجروا على البحر بحماس، وبدأوا ينزلوا المية من غير ما يسمعوا كلام المشرفين. لكن اللي محدش كان متخيله ان شاطئ ابو طبل خطير جدا، والطيارات فيه قوية وسحبت الطلبة لجوه. اصوات الصريخ ملت المكان، زملائهم واقفين على الشاطئ عاجزين، والمشرفين بيجروا في رعب. الناس حاولت تنقذهم لكن الامواج كانت اقوى، وفي لحظات 6 طلاب غرقوا قدام عيون اصحابهم. الخبر انتشر بسرعة، واهالي الطلبة في القاهرة واسكندرية كانوا في صدمة ومش مصدقين الرحلة اللي بدأت بضحك وغنى انتهت بجنازات ودموع. القصة دي بتفكرنا ان الحياة لحظة، وممكن الضحك يتحول حزن في ثانية، فلازم ناخد بالنا من اولادنا ونفكر في اخرتنا. لو اثرت فيك القصة ادعي لهم بالرحمة وصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام، وما تنسوش تعملوا فولو ولايك علشان يوصلك كل جديد.